الله يرحمِك يا أمي، دايمًا تقولي البيت اللي فيه دقيق عمر حاله ما يضيق، أيوه، النهارده هنعمل ب4 كوبايات دقيق بس ونُص كوباية زيت، العظمة دي، أكيد مش مصدقينّي، بأمانة دول 4 كوبايات دقيق، عملنا قرص الأفران صيامي سهلة وبسيطة وخفيفة، وكمان دلّعنا الولاد حشيناها عجوة بالقرفة، حلوة أوي مع كوباية شاي، خصوصًا أيام الصيام، بالليل، الصبح. حلوة أوي، أوي، وهتعجب ولادِك جدًا أحسن بكتير ما تشتريها من برّه، أوفر واقتصادية وكمان طرية وكمان صيامي. يالّا مع بعض شوفوا عملناها إزاي. علشان تاخدي قُرص طرية زي بتاعة الأفران بالضبط، لازم تعملي الخطوة دي. هنجيب كده طبق اللي هنعجن فيه، ننزل فيه بنُص كوباية زيت ونُص كوباية مَيّة بس تكون دافية ومعلقة خميرة فورية كبيرة ومعلقتين سُكّر. نقلِّب كُلّه مع بعضه كده تمام، وهاكون مجهّزة معاكم كوباية دقيق من مقداري، أنا قُلت لكم مقداري 4 كوبايات دقيق، خدنا كوباية واحدة هنعمل منها الخميرة دي، الخطوة دي أولًا هتخلّيكِ تاخدي عجينة هشة وناجحة وخفيفة، وكمان تختبري الخميرة، كده ألمّها وأسيبها كده 10 دقايق كده في مكان دافي، ونرجع لها لمّا تخمر معانا، وهيكون شكلها كده شايفين منتفخة إزاي وعاملة فقاعات، دليل إن هي ناجحة معايا. أفتح لها كده وأبدأ إن أنا أهبّط الخمران بتاعها، طبعًا القرص دي اتخمّرت أكتر من مرّة، بس تابعوا معايا الفيديو، كده هاكون مجهّزة 3 مجّات دقيق المقدار بتاعنا، وأنزل بمعلقتين سمسم كبار ومعلقة بيكنج باودر وسط، أنا معايا قرفة مش هاحطها، لأ أنا هاحطها مع الإيه، مع الحشوة تمام، ورشة الملح، هابدأ كده أقلّب كلّه مع بعضه، وهاجيب الخميرة بتاعتي وأنزل عليها بالدقيق بتاعنا بالتدريج، لحد ما آخد عجينة متماسكة، ويُفضّل ما انزلش بالدقيق مرّة واحدة. عشان تاخدي عجينة هشة، كده باقلّبها طبعًا لحد ما أخلّص كل الكمية، هنا هابدأ أشتغل بإيدي، ليه باشتغل بإيدي؟ يا جماعة العجين لازم تعجنوه بإيديكم عشان تحسّوا بملمس العجينة، أنا عندي عجين وأنتِ عندِك عجين، أولًا المقدار مش مستاهل إني أشغّل عجّان، ثانيًا مش كل بيت فيه عجّان، وأنا من طبيعتي حتى لو الكمية كبيرة باحب أعجن بإيدي، ليه؟ باحس بملمس العجينة، هل هي عايزة دقيق لو كانت ملزقة أو لو كانت ماسكة أدّيها معلقتين مَيّة تمام، إن هنا الدقيق بيختلف من نوع لنوع تاني، كده هابدأ ألمّها بقى خالص، شايفين المقدار طلع معايا مضبوط جدًا، ألِم بقى كل العجين بتاعي تمام، وأبدأ ألمّها كده وأدّيها رشة زيت في نفس الطبق اللي عجنت فيه هاخمّرها فيه. تمام، ألمّها كده بُصّي هي لازم تكون ملزّقة كده، علشان تاخدي قُرَص طرية وهشة، أحُط كده شوية زيت في نفس الطبق اللي أنا عجنت فيه فوق وتحت كده، وأغطّيها بستريتش وأحطّها في مكان دافي لحد ما الكمية تتضاعف معايا، يعني تخمر خمران حلو، وكده بعد نُص ساعة ادّتني الخمران الجميل ده، هنا بقى نبدأ ندّيها إيه، البوكس المعتاد، كده تاني مرّة نخمّرها. تعالوا مع بعض نقطّعها، هنجيب كده صينية فيها دهنة زيت ونبدأ نقطّعها حجم أكبر من الليمونة شوية، لإنها لسه هتخمر معايا تمام، كده قطّعنا الكمية بتاعتنا وهنغطّيها ترتاح بس مش هتخمر، ويالّا نجهّز مع بعض الحشوة بتاعتنا، أنا معايا نُص قرص عجوة، طبعًا ده كان في التلاجة، عايزاه يبقى طري معايا عشان أقدر أشكّله، باقطّعه بالشكل ده وأحط عليه معلقتين سمسم ومعلقتين زيت، هنا بقى معايا القرفة بجد بتخلّي الحشوة أو العجوة تروح مكان تاني. وهنا حسب الرغبة هي والسمسم، مش عايزين تحطّوه ما تحطّوهمش، بس إحنا بندلّع ولادنا وبندّيهم حاجة حلوة وحاجات صحّية ومختلفة عن اللي بيتباع برّه خالص، نبدأ نهرسها كده بالشوكة وكمان بإيدينا لحد ما تطرى معانا ونبدأ نشكّلها أحجام صغيّرة جدًا أصغر من حجم كورة العجين، عشان نحشي بيها العجين تمام، بُصّوا بين إيديّا طريت خالص، وكده خلصت معانا، تعالوا مع بعض بقى نبدأ نحشي القرص، نفرد الكورة بتاعتنا كده فرد بسيط ونحط فيها العجوة ونلفّها كده ونفردها برضه فرد بسيط، ما تضغطيش أوي مش عايزة الحشوة تبان، كده قرص العجوة، نجيب واحدة كمان عشان نشكّلها بشكل تاني، بنفس الطريقة كده نحط فيها الحشوة ونلفّها كده ونفردها وافرديها حلوة لإن لسه هتخمر معاكِ، بس المهم الحشوة ما تبانش منِّك. هنا بقى نبدأ نشكّلها بقى نعملها شكل وردة، هنا التشكيل ده هترجع لِك، عايزة نعملها شكل وردة، شكل قُرَص، شكل مثلثات، شكل فينو، تقطيعها وتشكيلها دي حاجة ترجع لِك، المهم تكون العجينة ناجحة والحشوة جميلة، كده أنا خلصت كل الكمية، شايفين كل الكمية دي من 4 كوبايات دي، كده بقى هابدأ أدّي القُرَص تشكيلة من فوق زي اللي بيتباع برّه بالضبط، كده بالسكينة، كمان أضغط جوّه الوردات دي شكل وردة، وممكن كمان تعمليها بالشوكة، تفتحي لها من فوق زي بيتباع برّه، وهنا هابدأ أغطّيها
وأحطها في مكان دافي لمدة نُص ساعة لحد ما يتضاعف حجمها معايا ونرجع نخبزهم مع بعض. وبعد ما خمرت معايا ودشت بُص ضاعف حجمها إزاي، هنبدأ بقى ندهن وشها عشان تديها اللون الجميل اللي شفتوه معايا أول فيديو، عبارة عن 4 معالق مَيّة، رشة سكر، رشة قهوة ساعة الذوبان، إن دي قرص يومي، نبدأ نديها دهنة كده من على الوش، طبعًا دي لو فطاري هنعملها بلبن، هنعملها ببياض بيضة، كأني عاملاها صيامي. تمام، هابدأ أدّيها أرُش بقى رشة سمسم كده، وهنا حسب الرغبة، ممكن تدخّليها من غير ما تدهنيها خالص تطلع برضه معاكِ حلوة، وأكون مولعة على الفرن قبل الخبز بحوالي 5 دقايق على درجة حرارة 200 وأدخّل الصواني في الرف الوسطاني لمدة 20 دقيقة من غير ما أولّع الشواية، وبعد حوالي 20 دقيقة شكلها بُصّوا لونها دهبي جميل إزاي، هنا بقى خطوة مهمة هنبدأ نرُشّها، هتقولوا لي إيه يا ماري في حد يرُش القرص بالمَيّة؟ أيوه يا جماعة، ده سر من أسرار الأفران، أول ما تطلّعوا المعجنات من الفرن أيًا كان لازم تاخد رشة المَيّة دي، وعلى فكرة أنا عاملة لها بخاخة مخصوص للمعجنات. لمّا تهدى معاكِ هتلاقيها طرية جدًا، بُصّوا طرية أوي، بجد رهيبة، هشة وجميلة وكمان خفيفة، بُصّوا حلوة أوي، وريحتها جميلة أوي في البيت، والعجوة من جوّه سايحة وجميلة، بجد حاجة روعة، عملناها في البيت سهلة ب4 كوبايات دقيق عملنا الكمية الحلوة دي، بُص لونها دهبي وجميلة، وكفاية إن هي صيامي، مع بقى كوباية شاي فطار الصبح أو بالليل كمان، وخصوصًا يكون أولادنا صايمين. وادي بقى الكمية بتاعتي من 4 كوبايات دقيق، كمية حلوة أوي ادتني حوالي 20 قرصة، لو جبتوها من برّه هيجيبوها بمبلغ وقدره، القرصة النهارده ب5 جنيه، إحنا عملنا الكمية دي كلها ب4 كوبايات دقيق، وكل مكوناتها من البيت، يالّا بقى جربوها على طريقتي، يا رب تعجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وكومنت تشجيعي، ويا ريت تعلقوا لي تقولوا لي رأيكم في وصفاتي وبتتابعوني من أنهي بلد، ولو مش متابعيني تابعوني وتقولوا لي رأيكم في وصفاتي، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. وأتمنى أكون باعمل حاجة تفيدكم، كل سنة وأنتم حبايبي طيبين، مع تحياتي ميري أنور، باشكركم جدًا، جدًا، سلام.